نحن كصحراويين حقيقة وحدويين اخترنا أن نكون جزء من هذا الوطن، اخترنا أن نكون جزء من المملكة المغربية، اخترنا أن نكون جزء من تطور دولة الحق والقانون في وضعية آمنة. سؤالك أن الأنانية الحقيقية هي أن تختزل جميع الصحراويين في مكون سياسي وحيد. هذه مسألة غير مقبولة ومرفوضة، وهذه مع كامل الأسف هي عقدة العقد لدى جبهة هذا ما تقوله الأمم المتحدة. أنا أعلم أن جبهة البوليساريو ومن يتحدث باسمها عندهم حساسية مفرطة من أي صوت يعبر عن رأيه بطريقة تخالف رأي جبهة البوليساريو. نحن هنا في برنامج حواري ديمقراطي، الكل يعبر عن رأيه بحرية. دعني أتكلم. قرارات الأمم المتحدة لا قرارات الأمم المتحدة التي دائما نربطها لطالما تم ربطها برغبة الصحراويين. نحن اليوم عبرنا في عدة محطات انتخابية وسياسية وفي استفتاءات وفي مجالس منتخبة من أبنائنا تمثلنا بصفة شرعية وبصفة مقبولة، عبرنا عن رأينا في هذا الموضوع، ونحن غير مستعدين إطلاقا للذهاب نحو تقرير مصير تسميه جبهة البوليساريو تقرير مصير. بالنسبة لنا هو ذهاب نحو المجهول. ماذا تسميه الأمم المتحدة ليست البوليساريو؟ يجب أن لا نغالي. دعني أكمل. نحن نعيش في منطقة فيها تهديدات أمنية متنامية، وننظر إلى الوضع عن كثب، ونحن لسنا مستعدين أبدا للذهاب نحو المجهول. ونترك دولة قوية تتطور بشكل يومي. الأمم المتحدة توصلت إلى قناعة أنه من المستحيل أن يتم تحقيق هذا الاستفتاء نظرا لغياب عدة عوامل تقنية، والاستحالة تحديد أحقية القوى الناخبة التي حاولت جبهة البوليساريو أن تقصي منها آلاف الصحراويين. وبالمناسبة جبهة البوليساريو حاولت أن تقحم مكونات اجتماعية تنحدر من جنوب الجزائر، وهي النواة الصلبة الأمنية والعسكرية لتنظيم الجبهة في قضية الصحراء، رغم أنه لا ناقة لها فيها ولا جمل.